السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أقول الله يجرنا من المصايب والله يخلف عليكم ويرزقكم إن شاء الله ويرزقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أنا حلمي كحلم أي مواطن سعودي متوسط الدخل إني أمتلك منزل الأحلام، بحيث إن الوالد والوالدة ما عندهم منزل، وحبيت إني أعوضهم ضمنت أنا وأخوي. طبعا كلنا عسكر، ضمنت أنا وأخوي بشراء فيلا. الفيلا هذه تقع في الرياض في حي الدار البيضاء، فيلا مكونة من فيلا دورين وشقتين. ما مضى حوالي على السكن يمكن 6 شهور إلا البيت صدع تماما زي ما هو موضح بالصورة، ولا جدار في البيت سليم. والله لنقعد بالصالة إني أقدر أشوف اللي بالغرفة من الجدار. شق مو طبيعي وهبوط في الأرضية. طبعا دقينا على المالك جاء شاف المنظر، حط رجله: تعال صلح، تعال يا آدم. قال: ما أنا مالي دخل، تبوا اشتك روح اشتك، وأنا بعت العقار ومالي دخل. طبعا أنا أخذته عن طريق البنك الأهلي، فاتصلت على البنك الأهلي قلت: البيت عليه ضمان عليه؟ قالوا: ايوه عليه. تعال قدم أوراق. قدمت أوراقي، قالوا: لا، الضمان والتأمين وهذا كله ما يشمله، هذا غلط مقاول وهذا لازم المالك يصلح. طيب المالك رافض يصلح والبنك رافض يصلح، أنا وين أروح وين أتجه؟ وفوق هذا ذلك قاموا هم بإيقاف خصم الأقساط مدة شهرين، مدة 3 شهور، مدة 5 شهور خلينا نقول. وقفوا خصم الأقساط. طيب أوكي حلو، قلنا وقفوا خصم الأقساط لأن البيت والله غير مؤهل للسكن، في أي وقت بيطيح عليه وعلى أهلي. فتفاجأت من البنك إنه رصيدي سالب وإني عليه مديونة. يدق علي يقول: عليك مديونة ولا سوف نسجلك بقائمة سما. وقاموا بإيقاف راتبي 3 شهور، والله العظيم 3 شهور إني ما استلمت ولا ريال. إن رصيدي أصفار لمدة 3 شهور. أي ريال هللة تنزل، لو هللة نزلت لحسابي على طول انسحبت. والله يا جماعة الخير 3 شهور بدون راتب وسكن متهالك، وحالتي والله ما يعلم فيها إلا الله. راجعت مؤسسة النقد، رحت هيئة منازعات، رحت كل مكان، والله إني ما قدرت أخذ حقي. فلبغاكم منا إن شاء الله. والله إني ما عاد أبغى بيت ولا أبغى شيء، أبغى بس إن فلوس اللي دفعتها ترجع لي. وإن شاء الله بيوتنا في الجنة إن شاء الله، ما هي في الدنيا. بس رباكم إنكم تنشروا المقطع ده، عسى الله إن واحد يقدر يساعدني ويرجع لي المبالغ المدفوعة فقط. أنا ما أبغى شيء، ما أبغى لا بيت ولا أبغى شيء، أبغى بس يرجع لي المبالغ اللي أنا دفعتها. والله يجزاكم خير، والله يرزقنا وياكم بيوت في الجنة إن شاء الله، ويعوضنا ويعوض أمة المسلمين. والسلام عليكم.